ما تفكروا إنه السعادة الحقيقية هي بيت كبير، سيارة فخمة، ساعة غالية أو ماركة، أو سفر كتير. السعادة مش إنك تكون محاط بأشياء مادية. السعادة الحقيقية هي لما تحط راسك على المخدة وتنام مرتاح بدون هموم ولا قلق. السعادة هي إنك تحس إنه الوقت ماشي على مهله، إنه الحياة مش عم تركض قدامك بسرعة. السعادة إنه يكون جواك سلام داخلي، إنه تحس إنك راضي بحياتك ويلي عم بتعيشه. لما تقدر تضحك من قلبك على شغلة بسيطة وتحس إنه الحياة حلوة رغم كل شيء، هون بتعرف إنك فعلاً عايش بسعادة حقيقية. انتو شو رأيكم بالسعادة الحقيقية؟ اكتبوا لنا بالكومنتس كيف بتشوفوا السعادة بحياتكم. الست سوزان صاخنة ما فيها تستقبل حدا. ايه بس انا بتستقبلني والله واثقة كتير من حالك. يلا لبرا. تذكر رفول زيكو؟ حكينا عن واحد بده يذكر فرسه مع حصان ربيع. ما بردي. كانت عايشة على أمل يجي يوم وتسامحيها. بكرة الصبح بتروحي عند الحكيم تعمل فحوصات، سمعتي؟ أستاذ زياد، يا ميت أهلا وسهلا. أهلا فيك. نورت مونريال. منورك أنا بوجودك. كتير مبسوط إنه عم نعمل هيدا البودكاست اليوم. أنا كمان. أنت أستاذي بالجامعة، أستاذي بالتمثيل، وأكيد بالحياة. اليوم حابب أتعرف على أستاذ زياد من غير زاوية. يلا. أنت على الصعيد الإنساني شو هو الشعور يلي طاغي عليك هالفترة؟ هالفترة تحديدا شوي صراحة يعني شعور منه واضح، يعني مني مبسوط ومش مبسوط. يعني في اشياء عم بتصير حلوة معي بس بنفس الوقت منا مكتملة. يعني أنا عايش بلبنان، هلا عم بزور كندا لأنه ولادي صاروا بكندا. يعني مثل كتير ناس عم بيصدروا ولادهم من لبنان بسبب الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وحتى الأمنية أوقات. واجوا ولادي لهون وعم بيجي بشوفهم. بقى دايما ما في شيء مكتمل. يعني حتى لو بيجيك شغل تحت أو عم تعمل اشياء فنيا راضي عنه أو شيء، ما بتكتمل فرحتك ولا شعورك بيكون مكتمل، لأنه في دايما في شيء ناقص. عايش هيدا الصراع إنه وين بدي يكون؟ يعني بكون مع ولادي وبترك كل شيء، ولا بترك ولادي وبزورهم وبضل. يعني من هيك عم بقول لك الشعور منه واضح. كيف كانت طفولتك؟ حلوة، بين انه نشتي ببيروت بالمدرسة. حتى بالمدرسة كنت علاقاتي منيحة مع رفقاتي، مع كنت تلميذ رايق نظامي طول عمري. يعني كنت هيك. وبالصيفية نطلع على الجبل على الضيعة تعرف، وبالطبيعة. الطفولة لذيذة، يعني ما كان في عندي مشاكل أو أنه في شيء مزعج بطفولتي. كيف كان دور الصداقة بطفولتك؟ مش بس بطفولتي، أنا صديق إلا إذا صار شيء انكسر. أنا ما بترك صديق لو شو من صار. إذا عندي صديق للموت بيضلوا صديقي. أوقات إذا انكسر شيء لسبب ما بيتحول هيدا الشيء لبغض، أكيد لا، بس بضرب فريمات. يعني بصير إنه ببعد. شو هو الشيء اللي بيخليك تخسر صديق؟ يأذيني بشيء بس غير هيك لا، ما عندي. كيف جيت على كندا؟
جينا بالأساس هجرة، يعني العائلة ككل. اجا خيي بالأول، وبعدين بيي كمان حب كرمال الوضع اللي كنا عم نعيشه بأول التسعينات مثل الوضع اللي عم نعيشه بلبنان هلأ. الدولار طار وكل هالاشياء. بيي فكر انه تا يأسس لنا مستقبل ببلد يكون فيه هيك ضمانة اكتر. عمل طلب هجرة لبقية العائلة، وجينا على هالأساس. يعني درست، أنا خلصت دراستي بالجامعة ودغري يعني بنفس الوقت خلصت وجيت لهون. ما درست شي، اشتغلت أول فترة، بس كنت حاطط براسي إنه بدي أرجع. يعني إخواتي كلهم ضلوا، كل عائلتي ضلت، أهلي ضلوا، أنا لوحدي رجعت. يعني رجعت بسنة 97. صح. شو اللي رجعك؟ المهنة، تمثيل. أنا بحب التمثيل من أنا وصغير، ودرست مسرح، ما درست شي تاني بحياتي، على الرغم أنه الأهل طبعا بيعترضوا شو بدك بهالشغلة، ما بتطعمي خبز. بتصور كل الناس بتعرف هيدي الجمل اللي بيشتغلوا بالمجال بيسمعون هالاشياء. أنا أصريت لا، بدي أعمل هيدا الشيء. درست بالمعهد الفنون الجميلة بفرن الشباك، الجامعة اللبنانية، وتخرجت ب93 وجيت لهون. وبراسي إنه أنا بدي أمثل، ما بدي أعمل شيء تاني، ما بدي أدرس شيء تاني. وحسيت هون، مع أنه جربت إنه فوت بمجال التمثيل هون. أنا عايش بقطوة، أهلي يعني بقطوة كنا. بقطوة ما في مجالات كتير بهداك الوقت. فكرت، مضيت بآخر سنة قبل ما أنزل مع ايجنسي بتورونتو. هالسنة كل ما بدي شغلي روح على تورونتو وإجي، وحطوني بكاتيجوري كتير أدوار صغيرة، لأنه في أكسنت. يعني أنا مني كندي، ولو بحكي إنجليزي معروف أنه أنا مني كندي. بدنا حصروني بأدوار من الميدل إيست أو شيء. حسيت أنه ما عندي فرص أكبر، بدها يمكن بتصير، بس بدها نفس طويل. وأنا تعرف بالعشرينات الواحد بيكون محروق، بده يوصل، بده يأمن يعمل شيء. بقى قلت لا، أنا كنت ديجا من الأساس بلبنان، حتى من أول سنة جامعة أنا عم بشتغل مسرح مع أساتذتي، يعني مع أستاذ نقولة دانيال، مع أستاذ شكيب خوري، مع عدة أساتذة يعني. وحتى كنا عم نروح فستيفالات على المغرب، على تونس، مهرجانات مسرحية. بقى فضلت أنه أنا بعرف المجال تحت، بعرف ناس كتير تحت، بقى أهون لي انزل أرجع. وهذا الشيء اللي خليني. لأي مدرسة بتنتمي ببناء إحساس الممثل؟ إذا بنحكي ستيلا آدلر، تشيخوف، هاجن. أنا بحس حالي يعني أقرب لآدلر. بالأساس نحن بالجامعة درسونا ستانيسلافسكي بالأساس، وآدلر هي تفرع من ستانيسلافسكي، بس هي بحسها الأقرب كمان بطريقة تفكيرها وشغلها على أنا كيف بفكر. يعني أنا بحب أفكر بالشخصية بكل تفاصيلها، يعني بتاريخها وبتكوينها، حتى لو أشياء ممكن ما تبين بشكل ظاهر على الشاشة مثلا. أنا بلاقي هيدا شيء مهم، تحس حالي شخص تاني له حياة، له كيانه، منه زياد الشخص التاني. بحب اشتغل على كل الخلفية النفسية وتاريخ الشخصية وعلاقاتها وكيف بتفكر، من دون ما نفوت بكتير تفاصيل تقنية. بحسها أقرب لإلي. خبرني هيك عن مشهد مثلته، وكان الكاركتر المفروض يوصل للمشاهد إحساس معين، انت لتوصل هيدي الفكرة كنت عم تعيش انت احساس مختلف. انا في مرة كنا عم نعمل مشهد بمسلسل بالقلب، اخراج جوليان معلوف، وعندي مشهد بكون امي مريضة، وبالمسلسل بعد كم مشهد بتتوفى. وأنا مفروض قاعد حد أمي وهيك عم بوسيها وكل شيء، وأنا بتعرف بس يكون عندي مشهد بدي أبكي فيه، يعني بدي بحضر حالي يعني من قبل بليلة، بعرف إنه عندي المشهد، فوت بالمود بإيش شو أنا بدي أفكر، شو الأحاسيس اللي بدي أحسها، حضر حالي، هيئنا حالي نفسيا.
وبس حتى نحن عم نعمل ميك اب وعم نلبس، انا لو بدي احكي مع حدا وعم بيحكيني انا بضل في ما ببعد عن الاحساس اللي بدي اياه، يعني ما بمزح، ما بنكت، ما بعمل هالاشياء. قاعد انا والممثله قاعدة حدي، هي منا ممثلة محترفة، هي اكسترا يعني ما عندها دور كبير. وانا قاعد هيك عم بركز وعم بيزبطوا الكادر وهالاشياء، صارت تحكيني هي وانا بالمود وهيك، بتسألني سؤال امك بعدها طيبة؟ هلا هيك عملت هيدا السؤال اللي سألتني اياه ماشي، يعني دفشني امي بعدها طيبة يعني، بس انه تخيلت دغري انه انا وات اف هيدا الشيء عم بيصير بالحقيقة. طلعوا كل المشاعر بوف لهيك بوف طلعوا المشاعر كلها بقوة يعني. والمشهد كان يعني ساعدتني من دون ما تحس انه عم تساعدني. ماما 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 رد علي يا ماما. ماما ماما لا تتركيني ماما يا ماما. تعالي شوفي شو بعد ماما. ماما ردي ردي يا امي ردي. ماما في شي دور لعبته ما بتوافق مع أفكارك؟ أكيد أكيد. أنا أول الأدوار اللي لعبتها كنا عم نعمل مسرح مع أساس شكيب خوري، مسرحية اسمها أرانب وقديسين. مسرحية كتير حلوة وهيك فكرية كتير. الشخصية اللي عم بلعبها شخص بارد كتير وكتير علمي وأنا بطبعي حساس وبتفاعل بغير طريقة. وكان عندي معاناة، يعني أنا عم بحضر الشخصية وقلت له لأساس شكيب إنه ما عم بحس فيها الكونكشن بيني وبين الشخصية، إنه ما بتشبهني بشي. يعني قال لي نبش عشي بالشخصية ولأنه شغلة وحدة بتشبهك وبنيع عليها. وهذا اللي عملنا يرجعنا انه لانه في تناقض بين انا كيف بفكر وكيف بتفاعل مع خيي، مع مرتي، مع اولادي. وقتها ما كان عندي اولاد، كنت بعدني بالعشرينات، بس انه وكيف الشخصيه بتتعامل بكتير نشاف، بكتير ما في احساس. عرفت كيف؟ بقى هيدا كان في الشخصيه متناقضه عني. حتى عملنا فيلم صورناه بال 2017 بأتينا. شخصية ما بتشبهني كمان. شخصية بي كتير قاسي وزوج كتير قاسي، يعني هو طبيب مرموق محبوب من العالم كلها، بس بقلب البيت كارثة. يعني بيأذي الولد، بيأذي بالكلام، مش ضروري ما في عنف صح. جسدي، بس العنف المعنوي والنفسي أقوى بيكون. ومع مرتي نفس الشيء. بقى هيدا الشخصية ما بتشبهني كيف أنا بتعاطى بحياتي، بعائلتي، مع مرتي، مع أولادي. إيه بس كنت من بعد التمثيل ترجع على البيت أثر شيء على شوي. ما كنت أرجع لأنه كنت بأتينا، يعني منيح إنه ما كنت مع العائلة صراحة. بس كنت دايما أحكي مرتي وأولادي على البيت من بس خلص تصوير هيك. وفي نهار بتذكر كتير منيح، أولاد بعرف بال15 16 يعني، وفي شيء بدأ يعني عم يعملوا شيء ما لازم يعملوا. أنا بدي أقول لهم إنه لا. بقى بدون ما انتبه حسيت حالي عم بحكي بنبرة الشخصية. انتبهت حالي إنه زياد لا، منك نبيل الشخصية، نبيل لا، هيدا مش أنا. تنتبهت بس ايه هيك لفترة كم دقيقة حسيت حالي انه عم بحكي بالقساوة ذاتها يلي بتحكي الشخصية فيها مع ابني بالفيلم يعني. وندغري هيك عملت انسحاب انه لا ما بدي افوتهم بهالتروما للأولاد. شو هو الدور اللي عمل لك نقطة تحول؟ نقطة تحول في عدة أدوار صراحة. في
خبرتك مثلا مسرحية أرانب قديسين كمسرحية بحسها كتير بتعني لي كعمل، ودوري كان حلو. مثلت دور بحبه كتير، مع انه ما عملناه على المستوى الاحترافي، يعني عرضناه مسرح، هو كان مشروع تخرج مسرح، يعني انعمل إعادة لمسرحية ريمون جبارة من قطف زهرة الخريف. هيدا الدور كمان بحبه كتير لأنه كتير صعب، في كومبوزيشن، حدا عامل ستروك فالج، ومعاناة الشخص اللي عنده فالج، يعني شغلة جسديا بدها مجهود من الممثل، ونفسيا بدها مجهود من الممثل. وكانت يعني عملنا شغل كتير جيد، يعني بشهادة أستاذ ريمون اللي كان الله يرحمه عم بيحضر بوقتها وتأثر كتير بالمسرحية. بحب كمان مثلا المشهد دوري عفوا بال Beautiful Time Ago، زمن الحلو راح، الفيلم اللي صورناه باليونان اللي بعد ما نزل، بس لإلي أنا كممثل كمان في شغل، لأنه بلش بالفيلم من عمر 35 وبكبر لل 85، يعني على كل المراحل، يعني أنا عم بكبر بالفيلم، ومع كمان كومبوزيشن كبر العمر والشخصية القاسية اللي بدها تتحول شوي شوي تطرى مع الوقت. كمان كان لإلي كممثل لو ما انعرض الفيلم، بس لإلي هيدا اللي يمكن ينعرض قريبا كان مهم لإلي، يعني محطة فيها تحدي كمان، منا هيني بالسينما تشتغل هيك شغلة فيها خوف كتير يعني، وكان شيء حلو يعني لإلي. شو أهم درس بالحياة علمته لأولادك أو عم بدك تعلمهم إياه؟ احترام الذات واحترام الآخر، هي بين موصولين ببعضهم. يحترموا حالهم ويحترموا الآخر، ما يأذوا لا بالكلام ولا بالشيء الجسدي أو أي شيء. كتير بيهمني إنه الاحترام يكون، لأنه إذا أنت بتحترم الآخر، الآخر بيحترمك كمان. ويكون عندهم ثقة بنفسهم. وهلا مؤخرا عم بقول لهم، لأنه بتعرف إني بأول طلعتهم بدهم الأشياء كتير تصير بسرعة، بقول لهم patience، الصبر، لأن الأشياء بدها توصل، بدها مثابرة. بقول لهم بدها مثابرة وبدها صبر. في أشياء بالحظ بتجي بسرعة، بس في أشياء بدها جهد، بدها تعب، ما لازم الواحد يأس. أنا ما يأست، مع أنه كتير واجهتني صعوبات وتأخرت بأشياء كتير أنا، بس أنه ضليتني مصمم، أنا ما نسيت أنا شو، يعني سابرت حتى وصلت للي أنا موجود فيه، يعني بعد ما وصلت اللي أنا بدي إياه براسي، بس أنه بس نقول بي منقول دايما عطاء، إنه البي هو يلي بيعطي وبضحي كرمال ولاده. الأبوة أنت شو عطتك أو شو غيرت فيك؟ غيرتني، يعني غيرتني كتير أكيد. وقت أنت تشوف طريقة تعاطيك مع الآخرين، يعني أنا كمان ما تنسى أنا علمت بمدارس، بس صرت بي تغيرت نظرتي للتلميذ. صرت شوف أولادي، أنا أساساً مني أستاذ سيء، بالعكس أنا كتير، وأنا بتعرف أنا كيف أتعاطى مع الطلاب، كانوا صغار ولا كبار، بس أكتر الأبوة خلتني أكون دقيق أكتر، لأنه ما بدي أنا أولادي حطهم بالصورة وحدا عم بيعملهم أو يقلهم أو أي شيء يأذيهم نفسياً أو معنوياً. صرت أكتر انتبه كيف أنا بدي أتعاطى مع الطالب. هيدي من الاشياء يعني بتطريك الشغله، بتصير احساسك بيصير، وفكريا وكمان بتصير هيك بدك تتعاطى مع الاشياء بوعي اكتر، انه مش حيلا شيء فيك تقوله، مش حيلا شيء فيك تعمله. برجع بقول لك بالاساس موجوده، بس مع الابوه خلتني احسها اكتر والمسها اكتر. كيف بتوصف الرجوله؟ الاحترام
أنا الرجولة مش اللي عندي هي العضلات والصوت العالي واللي بيكسر لا، الرجولة هو الرجال بأفعاله، بالتصرف الموزون، الكلام الموزون، محبته للناس ومحبة الناس لإله. الرجل لازم ما يبكي قدام العالم؟ ما عندي مشكلة، ما عندي مشكلة، لأنه بالنتيجة الرجال هو إنسان، الرجل هو إنسان لا بده يخبي مشاعره. يعني أنا شخصيا إذا هلا ما حدا بيبكي إنه أنا بدي أبكي قدام الناس، بس إنه ما في مشكلة إذا بكيت قدام الناس. بكتير مواقف أنا بتأثر، بتنزل دمعتي، بيكون في مجموعة كبيرة من الناس بتأثر، ما بخبيها، مش إنه ما بتعتبرها ضعف؟ لا، ما هي القوة إنك أنت ما تستحي بمشاعرك، هيدي القوة. الضعف إنك تخبي مشاعرك. عرفت كيف؟ يعني أنا بنبسط، بتأثر إذا انبسطت بتخرج أولادي، حتى تخرج طلابي إذا عم بحضر التخرج بتنزل دمعتي، بس حس إنه حققنا شيء، حققوا شيء. بالحزن ما عندي شو هو الشيء يلي الإنسان ما فيه يشتريه بالمصاري؟ السعادة ما فيك تشتريها بالمصاري. المصاري بتجيب لك الراحة بس بتطمن، بس إذا أنت منك سعيد بحياتك إن شاء الله يكون معك ملايين وفي شيء منكد لك حياتك ما بتنفع. بحس الاحترام ما فيك تشتريه يعني احترام الذات واحترام الناس لك ما فيك تشتريها بالمصاري. يعني في ناس بس يشوفوا حدا معه مصاري او معروف كتير بيصير انه يسيروه، بس هي مسيرة، هيدي منا يعني الاحترام ما بينشرى. كرامة والكرامة ما يقول هن لينكد، هن مرتبطين ببعضهم، ما فيك هيدي ما بتتمم. أهم مبادئ بالحياة ما فيك تشتريها بالمصاري. ليه العالم كلها ترك دور المصاري؟ بتصور بيركضوا هلا اللي بيركضوا ورا كتير مليارات ما بفهم اللي بيركضوا عن جد، لأنه ما حدا ياخد معه شيء بالأخير. بس هي المصاري هي وسيلة لتعيش مرتاح، ما تعوز حدا، ما تنزل لحدا، تعيش بكرامة. يعني بمعنى أنه ما تعوز حدا، بس مش أكتر من هيك. إذا أنت معك مصاري وناس ما بتحترمك وبس تبرم ظهرك بيحكوا عليك إنه لك هيدا كيف بيتصرف وكيف بيحكي، ما لها معنى. بس هاي هي وسيلة المصاري مش أكتر. مين هو الإنسان يلي خسرته كان كتير عزيز عليك ولو كان موجود هلأ معك كان غير شيء؟ هلأ أنا خسرت بيي من 1.5 سنة. يعني أكيد خسارة البي دايما قاسية بتبقى، وأكيد كنت بحب إنه يكون وجوده معك اليوم شو كان غير؟ بتعرف بوجوده كنت دايما بتحس في حدا تسند عليه. يعني مع إنه أنا عندي عائلة بس دايما بوجوده بتحس في حدا، في مرجع فيك تقله، فيك تطلب منه، فيك تستشيره، فيك تاكي تسند حالك عليه. إذا تعبت ترتاح، بتعرف إنه ما رح يكذب عليك، بتعرف إنه ما رح يأذيك. كنت ناظر شيء معين توصله بالحياة تحس إنه بدك تقول له إياه؟ لا، أنا قلت له كل شيء. أنا برك بيعرف إنه بحبه كتير. كنت بحب بس إنه أوصل لشيء أكتر وهيك خليه يفتخر أكتر. وصلت للشيء اللي بدي إياه، اللي هو أنا كنت بقول إذا وصلت لهون بخليه هو يكون اللي هو بيفتخر باللي أنا وصلت له، بس مش اللي أنا من جوا بدي إياه وهو يقول له ليك أنا حققت اللي أنا بدي إياه تينبسط أكتر. بدنا نلعب لعبة، هي لعبة فيرتشوال. أوكي بدنا نعمل مشهد أنا وياك. اعتبر هلأ إنه أنت رايح على البحر. أوكي.
طلعت هيك بالمي، لقيت شيء فايش على المي من فوق. شو هو هيدا الشيء؟ بس ما ضروري يعوم، يعني اذا قلت لك مش سكريبت لازم يعوم. مثلا. سكريبت؟ ايه. اوكي، لقينا سكريبت. شو كان التايتل تبع السكريبت؟ شو كان تايتل؟ كتاب حياتي. كتاب حياتي. فتحت السكريبت، وصلت لاخر بيج. شو مكتوب باخر سطور؟ النهاية. النهاية. قبل النهاية. قبل النهاية. مكتوب انه ربحت جائزة كتير مهمة. حلو. أخذت هذا الكتاب كفيت طريقك. فجأة بتلتقي بشخص. هذا الشخص هو أنسب شخص ممكن يعمل هذا الدور، المين كاركتر بهذا السكريبت. مش أنت. مش أنت. من هو هذا الشخص؟ هو أنسب واحد تيعمل هذا الكاركتر. حدا من أولادي. مين؟ بدي نقي واحد منهم. اثنيناتهم بيحبوا يمثلوا لأن وأنا ما بحب ميز. ما ولا مرة فيني أقول اسم بلا اسم تاني. ما نميز. أوكي. شو أول شيء قلت له إياه؟ قلت له إنه الطريق طويلة. رح توصل، بس الطريق طويلة، فيها كتير مطبات، بس بالأخير. طلب منك السكريبت تعطيه. إذا بده يلعب الدور بده السكريبت. إذا بدنا ناخدها كمعنى بالحياة لا. يعني لأنه الأشياء يكتشفها هو بطريقته. حلو. تركت ابنك وكفت بطريقك انت. بعدين لقيت سفينة بالمي. اوكي. كانت ناطرتك. هذه السفينة شو اسمها؟ مشوار. برومناد. ايه، اسمها برومناد. ولوين مشوارها السفينة؟ لوين رايحة؟ بعد لقدام بهالحياة. بس لوين رايحة؟ وين ديستنيشن تعولها؟ هاد بعرف فوتني بمحل. أنا كاتب شورت فيلم اسمه برومناد، من هيك تخرجت الصورة يلي هي بداية الحياة ونهايتها. أوكي. سو المشوار هو نهاية هو بالأخير في الخاتمة. بحقلك تطلع معك بهذا المشوار شخص واحد. مش على الخاتمة، ما بدي طالع. طيب خلينا المحل تاني. طلعت بهيدا الباخرة أو السفينة ولقيت شخص ناطرك. بيك. كثير اشتقت له. أول ما طلعت قلت له جملة صغيرة وعدته، ما حكيته شيء تاني. شو أول شيء قلت له إياه؟ أنا في كلمة على طول بحب أقولها للكل اللي بحبهم، اللي بحبك هي أكتر شيء بتعبر عن كتير أشياء. وأكيد اشتقت لك. اشتقت لك. وبنقعد. وصلتوا مع بعض على النهاية. إذا هيدا القدر هيك. شو بيعني لك البحر؟ بخليني أحلم هيك مع أفكاري. يعني إذا قاعد لحالي طبعا عم بحكي كتير. المي بحد ذاتها يعني كانت بحر أو أي شيء هيك، صوت المي بينقلني لمحل تاني داخلي، يعني جواتي
مشاعري بين أفكاري. يعني فيني أقعد وقت طويل وما حس بالوقت. أستاذ زياد، شو عم بتحضر هلا بالأيام الجاية؟ شو الأفكار اللي عندك إياها؟ شو المشاريع الجديدة؟ هلا شو المخططك؟ ما في شيء مخطط بعد، يعني ما في أعمال حاضرة لبعدين. في اشياء انعملت، صورت فيلم طويل ما فيني اعرف التايتل لانه التايتل منه محدد بعد. اوكي. صورني قبل ما جيت على كندا. المخرج اسمه نديم ثابت. اوكي. وفي مجموعة من الممثلين يعني. انا منه دور اساسي بالبطولة يعني، بس دور مشارك بالفيلم. ومثلت وقت جيت على كندا صدفة كمان شورت فيلم اسمه موريس، اسم الشخصية اللي أنا عم بلعبها موريس. وفي مشروع عم نفكر فيه يعني، بس بعد منه ملموس. بدي عم فكر نعمله أنا ومدامتي كوريوغرافر ورائصة باليه، وحابين نعمل شيء مشترك. بس بعد ما تبلور المشروع يعني، بعدها فكرة طور التبلور يعني، ما تبلورت بعد كيف بدها تكون. بس هيدا الشيء اللي حابب أعمله هلأ، غير أكيد في التعليم بالجامعات. بتمنى لك كل التوفيق، وإن شاء الله ديك تضل بهيدي الهمة وتعملنا هاي الأعمال كتير حلوة. ميرسي. بدي لك بالآخر إنه أنا عن جد أنا كتير بحبك. ميرسي كتير، وأنا كمان، وكتير ما تصدق قد انبسطت وقت حكيتني، وانبسطت قبل كمان وقت عرفت انك انت هون يعني. وقت شفت زياد قال لي رامي هون وهيك، كتير انبسطت يعني، وسمعت صوتك كتير انبسطت. شكرا. هلا شوفتك. شكرا. ميرسي كتير. شكرا.